في مرحلة يفتح فيها المنتخب الوطني الجزائري صفحة جديدة بقيادة المدير الفني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، برزت ظاهرة جديدة تمثلت في إطلاق شائعات طالت لاعبين دوليين بأنهم لا يرغبون في تمثيل المنتخب الجزائري، ويروج أصحاب هذه الشائعات أخبارهم في وسائل التواصل الاجتماعي على الخصوص. الشائعات التي يروج لها أصحابها طالت بعضا من لاعبي المنتخب الجزائري الذين لم تشملهم قائمة الناخب الجديد بيتكوفيتش لتربص شهر مارس الحالي تزامنا مع رحيل المدرب السابق جمال بلماضي. شائعات أزعجت كثيرا اللاعبين على غرار أحمد توبة وآدم والناس الذين ردوا بغضب عبر صفحاتهم الرسمية لتويتر والإنستغرام. مدافع ليتشي الإيطالي أحمد توبة خرج عن صمته وكتب: تحاولون تشويه سمعتي مرة أخرى، ألم تملوا من ذلك؟ إذا لم تجدوا شيئا فالزموا الصمت أحسن. فيما رد آدم والناس بنفس الطريقة مؤكدا بأن كل ما قيل لا يمت للحقيقة بصلة، داعيا لعدم الانجرار وراء أخبار مماثلة، وأنه لا يمكنه رفض حمل الألوان الوطنية الجزائرية. شائعات وأخبار يظهر أصحابها في كل مرة تطال بالخصوص نجوم المنتخب الوطني ولاعبيه، فمن يقف وراء هذه الشائعات؟ وماذا يريد أصحابها؟